أهلا بكم. المواطن السعودي عمرو أديب بيدي درس للمصريين في كيفية الوقوف خلف بلادهم في المصاعب والشدائد. عمرو أديب عمل تصريح على صفحته الخاصة بيساند فيها المملكة العربية السعودية، بيقول فيه إن السعودية قوية وليس عندها نقاط ضعف يدخل منها الابتزاز الترامبي، لا تحتاج إلى شيء من أحد ولا تستطيع أن تتحمل أي ضغوط مهما كانت، وكلامها واضح وصريح لا يتغير، وفيها شعب يقف وراء قيادته بثقة وبفخر. هي المملكة لا يتم تهديدها، بل بالعكس يجب أن تكسب ودها دائما. هو ده الولاء والانتماء للوطن. عمرو أديب بيشيد بالمملكة العربية السعودية الوطن الأم له، وبيشيد بالأسرة الحاكمة، وبيشيد بالقيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية. وإحنا هنا المصريين قاعدين نسب في عبد الفتاح السيسي وفي الجيش المصري. عمرو أديب بيشيد بالسعودية، وإحنا هنا كمصريين بنهاجم الإدارة المصرية. يا عالم فوقهم الدولة المصرية بتتحارب، يا عالم حسوا مصر دولة يعني كل الأنظار إليها، الناس كلها عاوزة توقعها، الناس كلها بتتمنى إسقاط الدولة المصرية. يا جماعة أقسم بالله العظيم مصر إن شاء الله هتعدي من المرحلة اللي هي فيها، إن شاء الله هتعدي، ولما تعدي مصر هتبقى دولة عظمى في المنطقة كلها. يا عالم الدولة المصرية بتكبر، الدولة المصرية بتتعمر، الدولة المصرية بتتقدم في كل المجالات، في كل حاجة. اسألوا عمرو أديب عن إنجازات الدولة المصرية، مش هيبقى مذاكرها كويس، لكن اسألوه عن إنجازات المملكة العربية السعودية هيبقى حافظها صم، علشان المملكة العربية السعودية هي اللي بتأبج بالدولار وبالريال. إما احنا هنا كمصريين عملتنا يعني قليلة، الجنيه المصري قيمته مش عالية زي الدولار والريال. بنقول للمصريين ادعموا الدولة المصرية زي ما عمرو أديب بيدعم المملكة العربية السعودية. بنقول للمصريين التفوا خلف رئيسكم زي ما عمرو أديب بيلتف خلف الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية. بنتمنى التوفيق لعمرو أديب وللمملكة العربية السعودية، وبنتمنى كل التقدم والرقي والازدهار للإدارة المصرية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، للجيش المصري، للدولة المصرية. كل الشكر والتحية.